عربية اليوم الجمهور شويه كان كائن وباغي تطمينات، واش ان شاء الله غنشوفوكم بوجه شويه مختلف حكيت ما فاجئتونا في المونديال. ما فهمتش علاش كاين، ما فهمتش. الجروب خدامين مزيان، كنربحوا، درنا 16 فيكتوار كونسيكوتيف، حتى واحد ما دارهاش، حتى لاسبان لا فرنسا الالمان ما داروهاش، حتى اللاعبين اللي دازو قبل ما داروهاش. خاصنا نكونوا فرحانين. دابا كاليفينا كد العالم ولا تخوازيام فوا كونسيكوتيف، حتى هما ماشي سهله. خاصنا نكونوا كاملين مجموعين، لي سوبورتير الجمهور حنايا اللي لاعبه نتوما فرحين. خاصنا نكونوا كاملين صيفطوا ميساج بوزيتيف، عارفين باغي ما وصلناش للنيفو اللي باغيين. كل مره اللي كنلعبوا كنجمعوا والفرقات اللي كانوا كيلعبوا ضدهم كيدافعوا بزاف، كيسترمونا بزاف. ماشي ساهل باش نلعبوا ضدهم. حنا قدام مزيان، خاصنا نزيدوا وان شاء الله غادي نكملوا الخدمه اللي خاصنا نزيدوا ندوي كاس افريقيا. يقول منتخب المغرب منتخب غير عالمي ومجرد لاعبين جيدين، وبأي منتخب يطلق عليه منتخب عالمي. الواحد يقرأ ويستكشف آراء غريبة عجيبة، تفسيره الوحيد هي الحقد، وأني مو مستوعب أن هذا الإنجاز هو إنجاز عربي قاعد أقل منه. المنتخب اللي مشرفنا، وهاي الدولة مشرفتنا في كرة القدم، هي رابع كأس العالم قبل 3 سنوات، وعلى المستوى الأولمبي محصلة له المركز الثالث والبرونزية، والآن على مستوى الشباب وصلت له نص النهائي، وإن شاء الله توصل حق النهائي بإنجاز تاريخي أيضا له جديد. هاي كلها في 3 سنوات فقط. غير لا أنا عارف أن حتى منتخب 17 سنة فاز بكأس أفريقيا ولاعبين من التوب في مراكزهم، وتجي تقول لي يا أخي شيء منتخب غير عالمي؟ ليش هاي التغليل؟ ماذا قال الإعلام الإيطالي بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب الأمريكي؟ ويتغنون بالمنتخب المغربي بعد أن أخذ بصقر المنتخب الإيطالي من المنتخب الأمريكي، ويحذرون المنتخب المغربي من طاقم التحكيم في مباراته مع فرنسا. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المغربي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أن حقق المنتخب المغربي فوزه على المنتخب الأمريكي ليضرب موعدا مع المنتخب الفرنسي في قبل النهائي في المباراة التي ستقام غدا، فقد تفاعل الإعلام الإيطالي مع فوز المنتخب المغربي. وهنبدأ بالمدرب الإيطالي الشهير إنزاجي الذي أدلى بتصريحات نقلتها صحيفة لا جازيتا ديلي سبورت الإيطالية، وقال: نحن كإيطاليين سعداء للغاية بتحقيق المنتخب المغربي الفوز على المنتخب الأمريكي، لأنه أخذ بصقر المنتخب الإيطالي من المنتخب الأمريكي، وأقصى أبناءنا من هذه البطولة. فأنا متابع جيد لهذه البطولة، وشاهدت جميع مباريات المنتخب المغربي، وحقق نتائج ممتازة للغاية بتحقيقه الفوز على البرازيل وأسبانيا والولايات المتحدة. وأعتقد أن مباراته أمام المنتخب الفرنسي ستكون مباراة سائرية للمنتخب المغربي، وأعتقد أنهم قادرون على ذلك. ولكن كل ما أخشاه على المنتخب المغربي هما الحكام في هذه المباراة، لأن دائما الفرنسيين لديهم أساليبهم القذرة في مثل هذه المباريات. فيما صرح أسطورة المنتخب الإيطالي كليني وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الإيطالية، وقال: المنتخب المغربي حقق المفاجأة في هذا المونديال، وحقق الفوز على الكبار كأسبانيا والبرازيل وأمريكا، ونحن كإيطاليين سنساند المنتخب المغربي في مباراته أمام المنتخب الفرنسي، لأنني صراحة لا أريد أن أشاهد المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية، فهذا المنتخب لا يعبر عن الهوية الأوروبية أو الفرنسية، بل هو منتخب المجنسين من إفريقيا. فيما صرح مدرب نابولو الإيطالي أنطونيو كونتي وأدلى بتصريحات نقلها موقع نابولو سبورت، وقال: المنتخب المغربي صراحة هو المنتخب الذي أعجبني في هذه البطولة مع المنتخب الأرجنتيني، وأعتقد أن تلك المنتخبين سيتواجهون في المباراة النهائية، ولكن أكثر
أكثر ما أعجبني في المنتخب المغربي هو طريقة انضباطه التكتيكي وتحوله من الطريقة الدفاعية للهجوم بطريقة سريعة، وخاصة في الهجمات المرتدة التي يفعلها لاعبي المنتخب المغربي. وأنا أعجبني أكثر من لاعب في المنتخب المغربي، وخاصة اللاعب ياسين جسيم. هناك لاعبان آخران أنوى التعاقد معهم عقب هذه البطولة وانضمامهم إلى فريق نابولي للشباب من أجل تمهيدهم إلى الانضمام للفريق الأول. وكل ما أخشاه على المنتخب المغربي هما الحكام في هذه المباراة أمام المنتخب الفرنسي، وأقولها صراحة: اعطوا للمنتخب المغربي العدالة واتركوا له الباقي، سوف يفوز بنتيجة كبيرة على المنتخب الفرنسي. فيما صرح أسطورة حراسة المرمى في المنتخب الإيطالي بوفون وأدلى بتصريحات نقلتها قناة سكاي الإيطالية، وقال: المنتخب المغربي غير المعادلة في كأس العالم للشباب وأصبحوا هم المرشحين للقب بعد اكتساحهم الولايات المتحدة بثلاثية، وأخذ بصقر المنتخب الإيطالي الذي انهزم للأسف الشديد بثلاثية أمام المنتخب الأمريكي. ولكن بصفتي حارس مرمى أشيد بحارس مرمى المنتخب المغربي الذي أراه أفضل حارس في هذه البطولة، وأتمنى من نادي يوفنتوس أن يضم هذا الحارس لأنه سيكون له مستقبل كبير في حراسة المرمى. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. المغرب كسبت البرازيل يا عمار، وكسبت اسبانيا يا عمار، وعن استحقاق يا عمار الحقيقه. يعني الناس في المغرب يعرفوا انا بحبهم قد ايه يعني، بس الحزن على منتخب مصر بصراحه بعد الخساره من اليابان ونيوزيلندا، والحسره على الفكره نفسها. يعني الفكره بتاعت الراجل المدير الفني المحترم جدا اللي هو مساعد يانيك فيريرا، معرفش تعرف ده ولا لا. الراجل ده وهبي مساعد يانيك فيريرا في السعوديه، بس قبل ما يكون مساعده كيف تختار مدير فني لمنتخب البلد في قطاعات الناشئين؟ بيطلع على بلجيكا، بياخد قطاعات الناشئين سن 9، سن 12، سن 15، سن 18، تحت 20 سنه، يطلع للفريق الاول يبقى مساعد، اشتغل مع كل الناس. تعال بقى نشوف هو هينفع مع كل ده، هو هينفع ولا مش هينفع. فلما يجي عند كاس الامم يخسر النهائي بعد ما كسب مصر، يخسر قدام جنوب افريقيا، لكن الناس تقيم ان الشغل بتاع الراجل ده شغل مظبوط. فلما يجي يختار اللعيبه اللي هتكمل معاه مرحله كاس العالم، يختار لعيبه تشبه التفاصيل دي. التفاصيل دي منتخب محترم. يعني المغرب في 2022 كاس العالم كبار هي المغرب 2025 بتاع منتخب الشباب، لانه منتخب مبني اولا على التماسك الدفاعي، تحولات على اعلى مستوى بسرعه ممتازه جدا. الراجل الزابيري اللي هو جاب الجون مع اسبانيا، الراجل اللي مخصل شعره ده، السنده بتاعت الجون في ماتش اسبانيا، يعني هو سند السنده على شماله وحط الباك في ظهره، دي سنده لعيب كبير يعني. يلعب في البرتغال، مش واخد سي في جامد، بس قد ايه انه التاسيس بتاعه مظبوط. الراجل ماما اللي جاب الجون في البرازيل، الباكورد العالمي اللي اتعمل ده، اولا جناح، ثانيا في كلامه مع موقع الفيفا كان بيقول انه الطريقه اللي لعب بيها منتخب المغرب دي هي اكتر حاجه تفيدني في فرق السرعه، وانا بتعمد يكون عندي مساحه معينه بيني وبين خط الدفاع بحيث لما افتح برجلي انا اسرع منهم. تقريبا ده اللي حصل قدام اسبانيا. يعني منتخب مبني بسياسه تناسب جوده اللعيبه الموجوده فانطلق. والراجل ده بالمناسبه في فرنسا لما بدا مسيرته، يعني هو ثالث اصغر لعيب في تاريخ ناديه كان بيسجل في الليج ا. كل المعادله مظبوطه، فكان لازم الانجاز اللي يطلع انجاز مظبوط بهذا الشكل. فكل التحيه للمغرب، وحزين جدا على مستوى المنتخب المصري بصراحه، لانه انا في مباراه اليابان اول شويه فريق سيء، منتخب سيء بكل المقاييس. حتى في التحول اللي حصل لما ابتديت تروح على الجون، هجمه هجمتين مجهود فردي لمحمد عبد الله، دخل فيك الاول دخل فيك الثاني، ماتش خلص. طيب نيوزيلندا ممكن تناسبنا اكتر، ابتديت كويس، بعد كده الدنيا كلها مفيش. يعني مع كامل الاحترام والتقدير لمجهود اللعيبه، لانه انا برضو المساله مش بس مبنيه على مدير فني فقط لا غير. في مدير فني المفروض يبقى فيه استراتيجيه، وفي مجموعه من اللعيبه تناسب الاستراتيجيه دي. انا ما شفتش في الملعب لعيب مختلف عن الكل الا تيبو جابرييل، الوحيد اللي هو جاي من اوروبا متعلم حاجه صح، متاسس صح، ما هوش خايف، قراراته مظبوطه. ده اللعيب الوحيد اللي فارق على الكل. محمد عبد الله هو الاكثر خبره، بس مش هقول فردي اكتر، مفيش حلول، مفيش باترن، يعني مفيش حاجه انت متعود ان الهجمه المرتده تك 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 ففي حاجه متحفظه. فانا بصراحه يعني كامل الاحترام والتقدير لكابتن اسامه واللعيبه، بس وضع صعب جدا.